أخطر حاجة ممكن تضيع منك النعمة إن أنت تنسى تشكر ربنا عليها. مش بس الذنب، لأ، ممكن عدم الشكر يضيع مننا النعمة. السلام عليكم، أنا أحمد ومش شيخ، بس بنتعلم مع بعض في سلسلة اسمها أدعي بإيه. بعد ما ربنا بيفتحها علينا، يدينا رزق أو شغل أو فلوس، نبدأ ننسى إن إحنا نشكر ربنا، فتبدأ الدنيا تبوظ ومبقاش عارف هي ليه باظت، وابقى فاكر انه بسبب ذنوبي، مع ان مش لازم بس ده يبقى السبب. ممكن نسياني لشكر ربنا يبقى سبب في ان الدنيا تبوظ معايا تاني. ربنا يديني الرزق ويروح مني او ما بقاش فرحان بيه، فلازم ننتبه جدا على الحاجة دي، ونبقى دايما فاكرين ان احنا نشكر ربنا. القرآن بيحكي لنا عن سيدنا سليمان انه كان بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وبيحكي برضو القرآن في آية تانية عن سيدنا سليمان وسيدنا داود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما. طيب، عملوا إيه يا رب بعد ما اديتهم العلم ده؟ وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وعلى فكرة، لو جيت تبص على سيدنا سليمان وسيدنا داود في القرآن، كانت أكتر ميزة بتميزهم إن هما بيشكروا ربنا على النعم اللي ربنا اداها لهم. فشكر ربنا إنه سخر له الجن، سخر له الرياح، وكان بيقدر يتواصل مع الحيوانات والطيور ويعرف بيعملوا إيه. فنسب الفضل لربنا وشكره، ما تغرش ولا قال ده انا اجمد حد ولا انا احسن حد ولا ربنا عطاني ومعطاش لغيري بغرور، لا، بافتكار وبدايما انه شايف ان الفضل ده جايله من ربنا. فرب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أقولها ساعة ما ربنا ينعم عليا بفلوس وغيري يبقى محتاج، ربنا ينعم عليا بعلم معين وغيري ما يبقاش عارف. فدايما خلينا منتبهين على النقطة دي عشان ربنا ما يسحبش مننا النعم. فربنا طول ما هو راضي عننا هيدينا أكتر. وفي قاعدة قرآنية ثابتة كده نخليها في ذهننا على طول: لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الشكر يكون سبب في إن ربنا يزود علينا النعمة دي. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. يعني ربنا بيرضى عننا لما نحمده على النعمة. مجرد حاجة بسيطة خالص، أكلة أكلتها وقلت الحمد لله، تبقى سبب في إن ربنا يرضى عني. ربنا لو رضي عني يحفظ لي النعم، ولو شكرت ربنا ربنا يزودها لي. فالخلاصة إن أكتر ناس ربنا فتحها عليهم في علم، سلطان، وجاه ونفوذ، كانوا أكتر ناس بيشكروا ربنا وبيحمدوه على النعم اللي عندهم. خليها ثابتة هنا، أول ما تلاقي الطريق اتفتح قدامك قول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثبت النعمة وتحفظها وربنا يبارك لك فيها ويزودك. استأذنك تكتب في الكومنت الحمد لله، شارك الفيديو ده مع حد من اللي انت بتحبهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نتقابل بإذن الله في حلقة جديدة من سلسلة أدعي بإيه. السلام عليكم ورحمة الله.